فلازم يعرفوا هم خلفوا ليه، وبما ان هم الحمد لله خلفوا واولادهم كبروا وبقوا مراهقين وهم اباء وامهات غير اسوياء، يعدلوا بقى، يعدلوا، عشان كفايه اللي طالع والله العظيم ناس مأذيه جدا، الناس بتعيط. هو الشخصيات اللي هي الانتي سوشيال ضد المجتمع وبيخشوا سجون ومجرمين، دول نتاج ايه بالظبط؟ نتاج أسوأ. فالموضوع محتاج حكمة كده وعقل ورزانة، وإن الواحد يواجه نفسه بالحقيقة. أنا أم عصبية ومحتاجة أغير نفسي، أنا أب عصبي ومحتاجة أغير نفسي، وقفة حق، وقفة صدق مع النفس، فمحتاج يتغير. هي دي البوينت الرئيسية، إن أنا أكون صريح مع نفسي وأقول أنا عندي مشكلة ومحتاج أغير المشكلة، أنا عندي ديفو في شخصيتي ومحتاج أغيره، أنا عندي مشكلة مع ابني ومحتاج أصلح المشكلة دي عشان ما يطلعش ابني غير سوي. يعني الموضوع محتاج وقفة صادقة مع النفس. لازم الأب والأم يعرفوا هم عاوزين إيه من التربية، أنا عاوز أوصل فين. فلو عرف هو عايز يوصل فين، هيعرف التراك اللي هو ماشي عليه صح ولا غلط. لما أنا أكون ماشي في طريق وأنا مش عارفة نهايته، غير لما أكون ماشية في طريق وأنا عارفة نهايته. أنا عاوز أوصل مع ابني إن هو يبقى أما يكبر مش طايقني وعاوز يمشي بره البلد عشان ما أشوفوش ولا يشوفني وخلاص علاقتنا انتهت وارتحت منها بقى، ولا عاوزاه يبقى السند والدعم والحب والصديق.